ياه، الواحد نفسه ياكل أكلة حلوة كده. لما اروح اجيب موبايل مازن اشوف فيه اسم المطعم. تعالى يا دي الموبايل، هو فين اسم المطعم؟ ايه ده؟ ايه الفولدر ده؟ وصية تيتا فوزية 2021. ايه الوصية دي؟ هي مش تيتا فوزية دي ماتت بقالها كام سنة؟ اما افتح اشوف في ايه. انا فوزية عبد الرحمن اوصي بان حفيدي مازن احمد لا يرث شقتي 300 متر اللي في التجمع الخامس إلا بعد زواجه من فتاة تدعى ياسمين، ويشترط أن يكون في رجلها اليمنى خال على شكل قلب. يا نهارك اسود يا مازن! وفي حال عدم تنفيذ الشرط تقول الشقة إلى دار الأيتام. يا سنة سودا ومنيلة، يعني هو ما تجوزنيش إلا عشان الشقة؟ طيب يا مازن، لو ما كنتش نايم دلوقتي كنت طينت عيشتك، أما أشوف شغل معاك الصبح. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الفل يا سي مازن. ايه مالك؟ متضايقه كده ليه وبتبصيلي كده ليه؟ أنا عايزة أسألك سؤال يا مازن وترد عليا بصراحة. خير يا حبيبتي اسالي. هو أنت بتحبني؟ ده ايه السؤال ده على الصبح؟ طبعا يا حبيبتي، ده انت مراتي وبموت فيكي. طب بتحبني أنا ياسمين ولا بتحب الشقة 300 متر؟ شقه ايه ياسمين اللي انت بتتكلمي عنها؟ هو انت كويسه؟ الشقة 300 متر اللي في التجمع الخامس، اللي أنت مش هتورثها إلا اتجوزت واحدة اسمها ياسمين ويكون في رجلها خال على شكل قلب. ايه ده؟ انت فتحت الموبايل بتاعي؟ أيوة فتحته، ويا ريتني ما كنت فتحته، كنت هفضل طول عمري مغفلة وفكرتك اخترتني أنا. ياسمين، افهميني، انت فاهمه غلط. يعني انت اتجوزتني علشان الخال اللي في رجلي وعشان اسمي ياسمين، عشان تورث الشقة 300 متر، مش كده؟ ياسمين بطلي جنان، انا معرفتش موضوع الشقه ده غير بعد ما حبيتك بشهرين. شهرين؟ يعني شهرين بتكذب عليا؟ شهرين بتمثل؟ ما كنتش بمثل ولا حاجه، انا كنت خايفه اقولك لا تفكري ان انا اخترتك علشان الشقه. وهو انت يا استاذ مازن ما اخترتنيش علشان الشقة؟ لا ياسمين، افهميني افهميني، انت فاهمه غلط. انا فاهمك كويس جدا. ياسمين، هي دي المصيبه السوداء. هو انت هتفضلي زعلانه مني كده؟ يا بنتي انت فاهمه غلط. قولي بقى، لما قابلتني في فرح بنت خالتك كنت جاي الفرح ولا كنت جاي كده عشان تعمل معاينة؟ يا بنتي حرام عليكي، انا حبيتك ولما شفتك في الفرح عجبتيني وعجبني كلامك وضحكتك. ولما عرفت ان اسمي ياسمين وعندي خال في رجلي طبعا رقصت من الفرحة. ايوه فرحت ان القدر جمعني بالبنت اللي انا حبيتها، وفي نفس الوقت هي اللي تيتا وصتني عليها في الوصيه، وحسيت ان دي اشاره من عند ربنا. إشارة؟ قولي الحقيقة يا مازن، لو أنا كان اسمي منى وما كانش عندي الخال ده في رجلي كنت هتتجوزني برضو؟ سكت ليه؟ ما ترد عليا. كنت هتسيبني وتروح تدور على واحدة اسمها ياسمين، مش كده؟ ما كنتش هسيبك، كنت هتجنن لو انت سبتيني، بس ما كنتش هاخد الشقه. شفت؟ أده أنت اعترفت، يعني الشقة كانت في المعادلة. انت ليه مصممه تبوظي كل حاجه؟ انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. لو بتحبني صحيح كنت قلتلي على كل حاجة من أول يوم، وكنت خيرتني، وكنت طلبت مني نكمل مع بعض ولا لأ. كنت فهمتني كل حاجة. يعني لو كنت فهمتك كل حاجه كنت هتكملي برضو معايا؟ ايوه كنت هكمل، عشان كنت هلاقيك قلتلي كل حاجه وما خبيتش عليا حاجه، لكن انت خبيت، واللي يخبي مره يخبي 1000 مره. في ايه يا ولاد؟ بتتخانقوا كده ليه؟ صوتكوا جايب لاخر الشارع. الجيران هتتلم علينا. في ايه؟ في ايه يا ياسمين؟ في ايه يا مازن؟ في وراكم مصيبه. اسالي ابنك يا طنط، اساليه، اساليه انا مراته ولا شايفني مفتاح الشقه. شقه ايه؟ شقه ايه يا بنت اللي بتتكلمي عليها؟ مش فاهمه. تقصد الوصيه بتاعت تيتا الله يرحمها؟ وصيه؟ الوصيه بتاعت امي فوزيه الله يرحمها مالها؟ يعني انت كمان عارفه كل حاجه؟ يعني ابنك خبى عليا سنتين ان انا شرط في عقد. وايه المشكله؟ ما هي امي كانت بتحبك وحطت الشرط ده علشان تضمن ان مازن يتجوز واحده حلوه كده وبنت حلال وطيبه. يا ماما من فضلك يا ماما ما تتدخليش. اتدخل ايه يا ولا؟ ده انا اللي كنت بفكرك كل يوم واقول لك
ياسمين، دي هي اللي فيها الشفا. يعني كانت خطة بقى ما بينك وما بين مامتك يا أستاذ مازن. خطة ايه يا بنتي؟ احمدي ربنا، ده غيرك كان بيتمنى عريس وعنده شقة في التجمع 300 متر. انت عارفة الشقة دي تجيب لها كام دلوقتي؟ مش اقل من 4 مليون جنيه. ما تسكتي بقى يا ماما. اسكت؟ ماشي ماشي يا سي مازن، بس اعملي حسابك يا ست ياسمين، انت ما كنتش الاختيار الاول. يعني كان فيه قبلك 3 ياسمين، واحدة طلعت متجوزة والتانية طلعت مسافرة والتالتة ما عندهاش الخال. انت بقى الرابعة اللي انطبقت عليكي كل المواصفات. يا نهار ازرق، امي نيلت الدنيا. الرابعة؟ أنا الرابعة؟ أديني لميت هدومي وهمشي. هخليكوا بقى تتبسطوا بالشقة ام 300 متر اللي كنتوا عامليني فيها شرط. ياسمين خلاص قررت تسيبي البيت وتمشي؟ أيوة يا سي مازن، عشان كرامتي ما تسمحليش. طب بعد اذنك لو سمحتي ممكن تسمعي اخر كلمة قبل ما تمشي؟ اتفضل قول، أنا سامعاك. انا عارف ان انا غلطان، عارف ان انا كان لازم اقولك كل حاجة، بس اقسم بالله وشرف امي انا حبيتك انت، حبيت ياسمين. مش حبيت ياسمين بتاعت الوصية، لا، حبيت ياسمين اللي بتعمل احلى مكرونة بالبشاميل وبتسمع المسلسلات التركي. كان ممكن أصدقك لو كنت انت جيت من نفسك وحكيت لي كل حاجة، مش أنا اللي اكتشف. عن إذنك. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ رايحة فين يا بيت؟ هتسيب الشقة 300 متر؟ هتسيب الراحة؟ هتسيب العفش الحلو ده عشان كرامتك؟ استني ياسمين، ما تمشيش. بقولك ايه، انا هتنازل على الشقة، مش عايزها، هكتبها باسمك، هتصل بالمحامي حالا. مش عايزة منكم شقة ولا عايزة منكم حاجة. وعلى فكرة أنا كمان جدتي الله يرحمها سابت لي وصية قبل ما تموت، إن اللي يتجوزني ياخد 5 فدادين في الساحل، بس على شرط يكون اختارني أنا من قبل ما يعرف موضوع الأرض. عن إذنكم. يا سنة سوخي، يا واد يا مازن يا خايب، كده هتضيع الارض والشقة. المرة الجاية يا مازن لما تحب واحدة بحبها علشانها هي، مش عشان الشروط اللي عليها. هعمل ايه ياما دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ودي فيها عمل يا خايب؟ خلاص راحت، ندور بقى على غيرها.